احنا بنتكلم دلوقتي كأمهات، وحضرتك أم وعارفة ان انت بعد الأحداث اللي بتحصل وان احنا عارفين ان ده موجود وعرفنا ان ده موجود، انا هخاف انزل ابني المدرسة، هخاف اوديه النادي، هخاف اقعده في برايفت مع التيتشر بتاعه. هو الخوف موجود. والخوف موجود عشان اعرف الوقاية. يعني الخوف اصلا كشعور هو المفروض بيعمل الارم كده لان انت تخلي بالك تقي. ده الخوف العادي مش الخوف المرضي. احنا دورنا دلوقتي التوعية. قبل بقى ما اوعيه اخد بالي الاول، يعني ابص كده في المراية واشوف انا اصلا عارفة عنه حاجة ولا لا، بعرف اتكلم معاه ولا لا، هو بيخاف يحكي لي ولا لا، هو عنده مشكلة في ان هو لو حكالي رد فعلي هيبقى مؤثر ليه فمش هيحكي. كم حاجة انا بعرفها عنه بالصدفة. في لغة حوار بيني وبينه ولا دايما البيت ساحة حرب. دي حاجات انا كأم لازم اقف قدامها واعمل مقياس ليها واشوف لو انا لقيت ان المؤشرات دي موجودة هعمل ستوب واشوف ايه المشكلة اللي عندي وابدأ احلها. دي البدايات احل. ان انا كده عرفت ان في فجوة طبعا وخلل في ومش البيت هعرف عندي او في علاقتي مع اولادي. بالظبط. مازن ميديا برودكشن.